فاطمة شوي. نعم اختي تفضلي. لو سمحتي اختي اسمحي لي غثيتك، بس انا جايبه الاوراق مال الوظيفه اختي جاي اقدمها عندكم. بس مدير شؤون الموظفين في اجازة والسكرتيرة والموظفين اللي عنده في دورة، وواحد مستأذن وتعرفين الحين اجازة الصيف. اسمحي لي الغالية مو بقدر اساعدك في شيء. هلا فاطمة. تفضلي اختي. السلام عليكم اخوي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت اخوي انا جاي اقدم اوراق الوظيفه مال اختي. اوكي بس للاسف مدير شؤون الموظفين والسكرتيره كانت في اجازه. لا حول الله، انت ثالث واحد اخوي اروح له ويقول للناس اجازات، يعني كيف؟ الشغل كله يوقف وعيالنا ما يشتغلون لين ما تخلص الاجازات. عطني مشكور ما قصرت. مشكور اخوي مشكور. شكرا. يا اخوي استوالنا شهرين واحنا نتريى هاي الرخصة. أنا مقدر الوضع بس المدير في إجازة. يعني ما يستوي حد يوقع بداله؟ يعني نحن يوقف حالنا لمدة شهر وشهرين لما هم يخلصون من الإجازات الصيفية؟ معقولة كذي يا أخوي؟ تصدق اليوم أنا ناوي أخلص كل شغلي قبل ما يرد المدير بالإجازة. الحين انت تعال خبريني وش الاوراق صباح الله خير صارت خلصينه. انت نسيت ان هاي الفتره فتره البيات الصيفي حق اغلب الموظفين ولا لا؟ اي والله تصدق انا كل ما ادش عند موظف ولا اثنين احسبهم بيرقدون وفيهم مرقات وتعبانين وما لهم خلق يسوون شيء. على هذا كله ما سووا لي شيء. شنو اللي شايف عن نقل الخبر هذا؟ بالكلينتون بلا شالوه منها. اخوي انا اسف المعامله ما توقعت لان المدير في اجازه. والله حرام عليكم، بدخل السجن على سبة معاملتي اللي وصلتكم في الصيف. هاتي لك سبت الحل لاحق على الشل ورانا وايد. انا مستغرب منه هاي المؤسسات والمحلات وشركات القطاع الخاص لا نحس لا بصيفهم ولا بشتاهم. هم الودهم ما يأجرون حتى نص يوم. تعرف ليش؟ يخافون يفوتون زبون ولا شيء، تبان يفكرون بالاجازات. هاي المال لنا غير الخصخصه. في هاي الحاله على الاقل الموظف بيحس بالانتاج بمسؤوليته وكذي ما بنشوف الاجازات الجماعيه. سعود ممكن ادخل بس هالمحل شوي؟ كذي يعرفون كيف تاكل الكتف وشي مو محتاجين اجازات. لا فلسنا اليوم. هلا يمايا كيف حالك؟ اي والله يمايا توني جايين من السوق. هي ان شاء الله فالج طيب، ان شاء الله باكر بترخص من الدوام وباخذ ساعتين اجازه وبوديك عند الدكتور اللي يعرفلك. ونسيت يمايا نسيت اخبرك، تصدقين حتى الدكتور ماخذ اجازه صيفيه؟ الظاهر ان حتى الامراض بنعطيهم اجازات صيفيه.